عزيزي اللي بيسأل ليه تقويم الأسنان غالي؟ ما بنت خالتي عاملة تقويم أسنان بسعر أقل، الفكرة في إيه يا دكتور؟ في عوامل كتير بتحدد تكلفة التقويم ومدته، هقول لك عليهم باختصار. أول حاجة إيه اللي أنا شايفه في الأشعة؟ هل المشكلة بسيطة فممكن أصلا ما نحتاجش تقويم ونكتفي بتركيب جهاز بسيط من بره السنان خالص؟ تاني حاجة حضرتك محتاج تركب جهاز تقويم قد إيه؟ في حالة ممكن تاخد 6 شهور، حالة ممكن تاخد سنة، حالة ممكن تاخد سنة ونص سنتين، فبناء على المدة التكلفة أكيد بتختلف. ثالث حاجة هل التقويم لفك واحد ولا الفكين؟ رابع حاجه ساعات الحاله بتحتاج حاجات زياده عن التقويم زي انك تركب مسامير او جهاز يوسع الفكين او في ضرس او ناب مدفونين فاحنا نضطر نتدخل جراحيا عشان نشده من فوق. خامس حاجه ايه هو نوع التقويم والخامات اللي الدكتور هيستخدمها، يعني احنا عندنا مثلا تقويم معدني غير تقويم سيراميك غير تقويم شفاف، كل حاجه بسعرها. سادس حاجه خبره الطبيب المعالج لحضرتك وعدد حالات التقويم اللي اكيد مارسها واشتغل عليها، كل دي عوامل بتفرق في سعر التقويم اللي محدش يقدر يحددها غير الطبيب المعالج اللي اشتغل على الحاله بتاعت حضرتك. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد. لو عايز تسال عن التقويم في عياده الشام الاسنان ابعت لنا دلوقتي.